الخير عليكم جميعا. وحشتوني طبعا زي ما وعدتكم قبل كده ان كل حلقة في السلسلة اللي بنقدمها هتكون متميزة ومتفجرة، وبجد هتفكر 1000 مرة في اعتقادك عن الفن وعلاقته بالسياسة. وطبعا زي ما احنا متفقين ان الحلقة النهاردة هتكون عن فنانة مثيرة جدا وجذابة جدا جدا وبرضه يهودية. فنانتنا النهاردة اسمها راشيل إبراهام ليفي. طبعا زمانك دلوقتي بتقول ايه ده؟ هو انا كنت بتفرج في السينما المصرية على فنانة اسمها راشيل إبراهام ليفي؟ ايوه يا سيدي كان فيه، بس راشيل ده كان اسمها الحقيقي. لكن تعالى بقى لما اقولك على اسمها الفني. راشيل كان اسمها الفني هو رأي إبراهيم. ايه رأيك؟ مش انا وعدتكم ان كل حلقة هتكون مميزة؟ راشيل إبراهام أو رأي إبراهيم اتولدت في 22 يونيو عام 1919. اتولدت في حارة في القاهرة اسمها حارة اليهود الشهيرة. ولما كانت صغيرة كانت بتشتغل خياطة، ولكن من كتر طموحها وصلت إنها كانت بتفصل الملابس للملوك وللأمراء. وبعد كده اشتغلت بياعة في المحلات بتاعة اليهود اللي كانت منتشرة جدا في الوقت ده. ولكن طبعا الخياطة وتفصيل الملابس ما كانش من طموحات رأي أبدا، ولكن طموحاتها كانت أكبر من كده بكتير. رأي إبراهيم أو راشيل إبراهام كان نفسها إنها توصل للعالمية وتدخل السينما المصرية، ليست كمشاهدة طبعا ولكن كفنانة كبيرة. اشتغلت رأي كومبارس في الفرق الأجنبية اللي كانوا بيجوا مصر يعملوا الاستعراضات، وبعد كده انضمت للفرقة القومية المصرية. وهنا بقى الحظ ضحك لها لما كانت الفنانة بهيجة حافظ بتعمل فيلم ليلى بنت الصحراء، وتعاقدت ساعتها مع الفنانة ليلى مراد علشان تعمل الدور التاني في الفيلم. ولكن حصل ما بينهم خلاف وقتها على الأجر. فبهيجة حافظ بقى يا سيدي كانت بتدور على واحدة نفس مواصفات ليلى مراد، لكن ما لقيتش قدامها إلا رأي إبراهيم. بس يا سيدي وجت رأي إبراهيم وعملت الدور وتفجرت سينمائيا، وشاركت بعد كده مع الفنان الكبير نجيب الريحاني في فيلم سلامة في خير. ولما شافها المخرج محمد كريم كان هيتجنن عليها من كتر جمالها، وادالها دور بطولة نسائية مع الفنان محمد عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب. يعني ما كانش يتص الرصاصة دي في قلبه ويديني أنا الدور ده، بس يلا أهي أرزاق. المهم يا سيدي نرجع بقى لموضوعنا علشان ما تفصلش مني. من هنا بقى الوسط الفني كله بدأ يراقب ويلاحظ قد إيه الفنانة رأي إبراهيم كانت متعصبة جدا للكيان الصهيوني، وكمان كان بدأوا يلاحظوا اختفائها المتكرر مع بعض جماعات كانت تابعة للكيان الصهيوني ومخابراتها. وطبعا شهرتها بعد ما عملت 19 فيلم ناجحين جدا وبجدارة كانت زي النار على العلم، مرزقة بنت المحظوظة. المهم في الوقت ده رأي إبراهيم كانت صديقة مقربة جدا للعالمة الكبيرة سميرة موسى. وطبعا زي ما انت فاهم ان صداقة رأي إبراهيم بعالمة الذرة المصرية سميرة موسى ما كانش أبدا من باب الصدفة، ده كل حاجة كان متخطط لها ومترتب لها كويس جدا. وكان بأوامر من الموساد الإسرائيلي إنها تقرب من العالمة سميرة موسى عالمة الذرة المصرية الشهيرة رحمة الله عليها. وعلى الرغم من إن رأي إبراهيم اتولدت في مصر إلا إنها رفضت كل الأدوار اللي اتعرضت عليها علشان تمثل فيها لخدمة الجيش الوطني المصري، وده لأن الجيش المصري وقتها كان بيستعد للمشاركة لنصرة دولة فلسطين الحبيبة. حتى إن رأي إبراهيم رفضت رئاسة الوفد المصري اللي كان في مهرجان كان، وقالت أنا يهودية ولا أمثل إلا دولتي. يا سلام يابا الحاج، يعجبني في رأية حسها الوطني وانتمائها. ومن كتر انتمائها في الوقت ده اتجوزت مصطفى والي كستارة ليها عن تجنيدها في الموساد الإسرائيلي. إلا إنها أول ما الأقاويل بدأت تتردد عنها وتكتر عليها في الوقت ده اتطلقت منه فوراً وقالت يا فكيك، وسافرت للولايات المتحدة واتجوزت هناك. رأي إبراهيم كانت محط أنظار من الجميع
لأنها كانت من أوائل المشجعين لليهود في مصر للهجرة لإسرائيل. وفجأة وبدون مقدمات تظهر لنا بقى مين في المشهد؟ ريتا ديفيد توماس. مين بقى يا سيدي ريتا ديفيد توماس دي تبقى حفيدة رأي إبراهيم من جوزها الأمريكي اليهودي اللي اتجوزته بعد ما هاجرت من مصر. ريتا كتبت في مذكراتها إن جدتها رأي إبراهيم بأمر من الموساد الإسرائيلي كانت على علاقة حميمة جداً بعالمة الذرة المصرية سميرة موسى. كتبت كمان إن جدتها الجاسوسة رأي إبراهيم كانت بطلة إسرائيلية، وإنها ساهمت بشكل كبير في تصفية العالمة المصرية سميرة موسى. رأي إبراهيم كانت بتحاول تستغل علاقة الصداقة اللي كانت ما بينها وما بين سميرة موسى، واللي كانت بتسمح لها إنها تتردد على بيتها من وقت للتاني، وإنها تصوره بشكل دقيق جدا. وفي زيارة من ضمن زياراتها لسميرة موسى قدرت إنها تسرق مفتاح شقتها وتقوم طبعاه على صابونة، وراحت موصلاه لمسؤول الموساد في مصر. وبعدها بأسبوع من خطتها الشيطانية عزمت سميرة موسى على العشاء في الأوبرج، وده طبعاً سمح للموساد دخول شقة سميرة بكل سهولة، وقدروا إن هم يصوروا أبحاثها ومعاملها الخاصة. أصل إسرائيل في الوقت ده كانت قلقانة جداً من طموح سميرة موسى، لأنها كانت بتسعى لأن مصر تمتلك القنبلة الذرية وبتكاليف بسيطة جداً. وعلشان كده رأي إبراهيم عرضت على سميرة موسى عرض إنها تاخد الجنسية الأمريكية، وإنها تقيم في الولايات المتحدة، وإنها تشتغل في أمريكا مقابل إنها تبيع مصر. طبعاً سميرة موسى كانت إنسانة وطنية جداً، رفضت عرض الجاسوسة رأي إبراهيم وقامت طردها من بيتها. ومن هنا شالت رأي في قلبها الحقد والضغينة لسميرة موسى. وطبعاً سميرة موسى ولا همها من الموساد ولا همها من رأية، وكملت أبحاثها. ومن هنا قرر الموساد الإسرائيلي تصفية عالمة الذرة المصرية سميرة موسى. وفعلاً في آخر بعثات سميرة موسى في أمريكا سنة 1952 بعتت رأي إبراهيم صديقة مشتركة تراقب تحركاتها في أمريكا. الصديقة المشتركة دي بقى هي اللي قالت لرأية إن سميرة موسى عندها زيارة للمفاعل النووي. ومن هنا بلغت رأي إبراهيم الموساد علشان يعمل أسوأ عملية اغتيال لعالمة الذرة المصرية سميرة موسى في 15 أغسطس عام 1952. وطبعاً كالعادة الموساد يحب يكرم موظفينه وجواسيسه، لأن بعد تصفية سميرة موسى عملت رأي إبراهيم أو راشيل إبراهام سفيرة النوايا الحسنة للكيان الإسرائيلي لحد ما توفت في 13 ديسمبر عام 1978. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، لكن لسه السلسلة ما خلصتش ومكملة معانا. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض خفايا أعظم وأعظم. وسلام عليكم. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.